بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. في البداية دعواتكم لأهلنا في فلسطين، دعواتكم لأبائنا وأمهاتنا وإخواننا اللي توفاهم الله، ربنا يجمعنا بهم في جنات النعيم، ودعواتكم لكل مريض بالشفاء العاجل بإذن رب العالمين. يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة، ومنتظر تعليقاتكم. وأيضا ما تنسوش دعواتكم لأهلنا في السودان الشقيق، ربنا يجمعهم ويوحد صفهم ويجمعهم على كلمة الحق، آمين يا رب العالمين. في البداية طبعا امبارح كان في ماتش، أو امبارح ماتش مصر ونيجيريا، مباراة من وجهة نظري يعني لا تعبر عن أي شيء. يعني حسام حسن كان عايز يكسب، والحمد لله المكسب تم علشان الانتقادات قبل البطولة أفريقيا، وده شيء مهم يعني مطروح وكله في ظهرك. وكده كده على فكرة لو خسرت أو ما خسرتش، احنا أول ما بنخش البطولة الجمهور المصري كله بيبقى في ظهر منتخب مصر. يعني ممكن قبل البطولة نبقى ضد فلان وضد علان وضد بتاعه ومش عارف ايه، ومش عاجبنا فلان ولا عاجبنا فلان ينضم للمنتخب، ولا اختيارات المدير الفني ولا المدير الفني نفسه. لكن اول ما رجلك تخش البطولة وتبقى مع اول مباراة، تلاقي كله بقى استمرار المباراة، تلاقي كل الناس. وده طبيعة الجمهور بشكل عام، وطبيعة الجمهور المصري بشكل خاص. يعني اتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر. لكن زي ما بقول لحضراتكم، هي مباراة تحصيل حاصل. المنتخب النيجيري كان بيجرب، لعب الشوط الاول بتشكيل، ولعب الشوط الثاني بتشكيل. انت فضلت لحد ما كسبت، الشوط الثاني نزلت بعد التغييرات اللي عملها. ومنتخب في غيابات كتيرة في المنتخب النيجيري، يعني ما يعتبرش هو ده المنتخب الرسمي اللي هيلعب بشكل كبير في افريقيا، عناصر كتير غايبه. لكن ايا كان يعني نتمنى ان لاعبتنا يكونوا على قدر المسؤوليه. يعني طبعا المنتخب المصري هيسافر النهارده ان شاء الله الى المغرب باذن رب العالمين للمشاركه في بطوله افريقيا في المغرب، اللي ان شاء الله تكون بطوله مبهره على غرار ما حدث في قطر. لان 2030 باذن رب العالمين المنتخب المغربي هينظم كاس العالم بشراكه مع اليونان والبرتغال. كل التوفيق باذن رب العالمين للمملكه المغربيه الشقيقه. وكمان النقل التلفزيوني زي ما بيتكلموا، يعني 40 كاميرا لكل ماتش وبتاع وجوده وبتاع. نتمنى ان شاء الله تكون بطوله افضل من البطولات العالميه باذن رب العالمين. يعني الوزير طبعا دكتور اشرف صبحي وهاني ابو ريده كانوا في وداع او بعد المباراه، يعني حضروا وقعدوا واتكلموا مع اللعيبه قبل السفر للمغرب كنوع من التحفيز للاعيبه المنتخب المصري. زي ما انتم حضراتكم شايفين الوزير قاعد جنب محمد صلاح، وبعد الكاميرا الكرافته مظبوطه حسن، وكل عام وانتم في العام. يعني بمناسبه محمد صلاح اللي ما شاركش في المباراه، ايه رايكم في اعلان محمد صلاح عن اعلان محمد صلاح الخاص بالمياه الغازيه المقاطعه؟ يعني اللي الناس عامله مقاطعه، محمد صلاح بسم الله مش عامل اعلان، مش بس هو لوحده، يعني ده مطلع بناته كمان معاه في هذا الاعلان. ايه رايكم في هذا الامر؟ يعني بالنسبه للمباراه، امام عاشور، شفنا امام عاشور وهو يبكي اثناء سماع النشيد الوطني او عزف النشيد الوطني. البعض تهكم على امام عاشور وقال لك انه بيمثل ومش بيمثل. امام عاشور نشر الصوره وقال لك ان مشاركتي ده شرف ما بعده شرف، وان جت بعد اصابه فتره طويله، واحمد ربنا ان انا رجعت واشارك مع منتخب مصر باذن رب العالمين. ده امام عاشور قال لك ايه؟ الحساب الرسمي لامام عاشور على انستجرام قال لك: الحمد لله الذي شفاني وعافاني ومن علي بنعمه الصحه بعد الابتلاء. ربنا من علي بالشفاء بعد فتره غياب واصابتين ورا بعض. مرحلة كانت صعبة عليا قوي، وكان ممكن ما اقدرش ارجع العب كرة تاني. كل ده جه في بالي لحظة السلام الوطني لمنتخب بلدي اللي بفخر اني بمثلها، ومش مستني اخد لقطة او ادعاء، لان اللي عدى عليا كان صعب قوي. الحمد لله على نعمه، واللي عنده عزيمة دايما بيرجع أقوى. كله بفضل الله يا إمام يا عاشور. يعني ده كان رد إمام عاشور
عايز اتوقف بقى عند ايه ولا نستنى شويه؟ لا، خلينا نروح على ما يحدث من اعلام نادي الزمالك وصحفيين نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك. كارثي، كارثي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. انا هتوقف عند اتنين، في كتير على السوشيال ميديا لو دخلت هتلاقي، رغم ان بيان النيابه واضح، وبيتكلم ان في تحقيقات شبهه فساد واهدار مال عام، واتكلم عن مؤسسات رسميه تتبع الدوله واموالها تعد اموال مال عام في القصه وداخله في الموضوع. موضوع كبير مش موضوع صغير. ومع ذلك الناس في الزمالك او اعلام الزمالك او صحفيين الزمالك زي ما بيقولوا كده باللغه، لا يكترثوا، لا يهتم، مش مهتمين ببيان النيابه، وكأن ما فيش حاجه صار، وكأن ما كل واحد يدلو بدلو كيفما يشاء، وشايف الموضوع كأنه مؤامره على نادي الزمالك وتكاسل في مساعده نادي الزمالك وعدم الاجتهاد في ايجاد الحلول لان نادي الزمالك يقف على رجله. ده نبدا من عند الكابتن ايمن يونس. طبعا هذا البوست انكتب لسه زي ما حضراتكم، يعني ما فيش امبارح مساء، يعني بعد يومين تقريبا من بيان النيابه العامه اللي قالته. يعني كابتن ايمن يونس قال كلام غريب، يعني هو راجل المفروض راجل فاهم واعي ويطلق عليه الفيلسوف. يعني كابتن ايمن يونس قال لك ايه؟ ايمن يونس قال لك هي ليه كل مشكله صعب اتخاذ قرار واضح وسهل وفوري فيها؟ ليه كل مشكله صعب اتخاذ قرار واضح وسهل وفوري فيها؟ ليه مثلا مشكلة نادي الزمالك مليانة لف ودوران ومليانة حسابات؟ في النهاية نادي الزمالك ده نادي الدولة، ومن صالح الجميع استقرار نادي الزمالك، ومن صالح الجميع استقرار نادي الزمالك. نريد استقرار نادي الزمالك، ونريد دعم ومساندة الدولة بشكل واضح وبشكل شراكة. أزمة يجب أن تنتهي. يعني مش فاهم أنا، يعني استقرار نادي الزمالك على حساب إيه؟ يعني الزمالك، يعني أنا مثلا أنا عندي شركة وعمال أخبط هنا وأخبط هنا، والنيابة جت بتحقق قالت في شبهة إهدار مال عام. اجي اقول للنيابه يا جماعه لا، الشركه دي لازم نوقفها على رجلها بالناس اللي فيها بمسؤوليها بكله على بعض وكده، ونعم نغض ما انت عايز ايه من ده؟ انت هو فيك بقى كلام بعد النيابه يا ايمن؟ ايه بقى الكلام اللي نادي الزمالك نادي دوله؟ ما احنا عارفين انه نادي الدوله. هو نادي الدوله معنى ان انت نادي دوله يبقى مالك مستباح يا عم الحاج؟ او انت مال الدوله؟ ده مال الدوله ده اكتر من مالك الخاص. ده لو مالك الخاص انت حر، انما مال الدوله ملك الشعب، ملك الناس كلها، فالتصرف فيه بحساب. لازم نادي الزمالك نادي الدوله ومن صالح الجميع استقرار نادي الزمالك. طب استقراره على اي اسس؟ يعني حضرتك النهارده انا جبتك بتدير شركه، عمال تلطش في ده وتخبط في ده وبتاع ده، ولا انت فاضي تدير ولا انت عارف تدير، ومن فشل لفشل، وتقول لي استقرار. اجامل لك استقرار ازاي يعني؟ وبعدين لو انا تدخلت تقول لي بتحل المجلس وبتضر نادي الزمالك، ولو كان في النادي الاهلي كنت عملته، ولو كان في مش عارف ايه. لا انت عارف تمشي ولا انت سايب الناس تلاقي حلول. والحلول الفوريه اللي هي ايه؟ اقول لك خلاص خد الارض وبتاعه بالسلامه وكمل يا حسين. دي الحلول الفوريه؟ ولا الحلول الفوريه ايه؟ خد لك 200 مليون على الفلوس اللي انت خدتها وكم؟ ايه حلول ما تقول لنا يا استاذ ايمن يا يونس ايه الحلول اللي عند سعادتك؟ المفروض اللي انا اعرفه ان في نيابه، وانت كزملكاوي وانا كاهلاوي بصرف النظر ان لو في مخطئ يتحاسب. لان انت بتقول نادي الزمالك نادي الدوله، يعني حتى انا كراجل اهلاوي يهمني مال الزمالك، لانه في الاول في الاخر هيقول للدوله. يهمني الحفاظ على مال الزمالك، لانه في الاول في الاخر هيقول الى الدوله اللي انا جزء المفروض من هذه الدوله، واللي المفروض انا واهلي والشعب كله يستفيد من هذه الامور لو حقق هذا النادي مكاسب. محدش عايز ضرر لنادي الزمالك. مين اللي قال ان حد؟ لكن هل معنى ان انا مش عايز ضرر لنادي الزمالك اسيب كل من هب ودب يعمل ما بداله بدون حساب وبدون عقاب؟ انا مستغرب يا جماعه هؤلاء الناس اللي دائما وابدا يطلعوا في وجه النيابه ولازم احترام قرارات النيابه، وده حقيقي لازم احترام قرارات النيابه. هم اللي طلعوا ياخدوا الطرف خالص، وكانوا شايفين بيان النيابه ده ونفس الكلام ونفس الطريقه ونفس الاسلوب
وكأن الزمالك مضطهد، يا دولة لازم تقف وتساعد، وإن الدولة سايبة الزمالك. الدولة سايبة الزمالك ازاي؟ الدولة انت مديون قد ايه يا ايمن يا يونس؟ مليارات. حد يجي ناحيتك؟ ها؟ حد يجي ناحيتك؟ محدش يجي ناحيتك، بس هيجي وقت وهتدفع. اشمعنى انا كنادي اهلي بدفع؟ النادي الاهلي معلوش مليم. لما اكون انا زيك كنادي وفي الدوله ونادي ملك الدوله، وانا بدفع اللي عليا معليش مليم، وانت كل الناس الدوله سايباك وتدفع براحتك، ده معناه ايه يا ايمن يا يونس؟ انت عايز مسانده ايه؟ انت عايز الدوله تديك كمان؟ يعني ما بتدفعش عايز تاخد كمان؟ ايه المسانده من وجهه نظرك يعني؟ انا مش فاهم والله. الاخ التاني بقى، وده انا ما اعرفش، ده مليون مره طبعا كان تجاوز في حق المهندس خالد مرتجي. وخالد مرتجي قال لك قال لك مش عارف حاجه البوتوكس على خالد، اخلاق البوتوكس حاجه زي كده يعني. فكابتن المهندس خالد مرتجي كان تقدم ضده بمبالغات في النيابه. هنا برضو اسامه خليل، تخيل كده، شوف معايا واحده واحده كده، شوف هو بيقول لك ايه. المقدمه بالنسبه لي ملهاش اي 30 لازمه يعني، لكن الموضوع بقى اللي هو اتكلم فيه اتهامات للمسؤولين وعدم احترام بيان، من وجهة نظري يعني انه ما احترمش بيان هو، ورغم انه لف على هذا البيان وبيتكلم كلامه كله ورمي كلامه كله على وزارة الاسكان وعلى وزير الشباب والرياضة، لكن النيابة طلعت قرارها بيلف ويقول لك ايه؟ تشييع الزمالك الى مثواه الاخير عندما يموت الانسان وتصعر. وكل ده كلامك سيبك منه. مش قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ الجزء الأخير بقى خالص، الفقرة الأخيرة. المهم لدي مجموعة نقاط أريد أن أضعها أمامكم، ربما تتضح الصورة التي صارت ملتبسة ودخلت إلى منعطف التهديد والوعيد بعد تصريحات المتحدث الرسمي للوزارة، والتي اتهم فيها مجلس الزمالك بعدم المرونة، وألقى تهمة سحب الأرض على مجالس الإدارات السابقة، أن الحل في انتظارهم إذا ما صدر قرار باتهامهم بإهدار المال العام. وإيه؟ أنا عايز أفهم إيه هو مش النيابة بتحقق؟ لو في اتهام لأي منهم هيتم إحالته للنيابة، واللوائح بتقول طالما اتهامات في ذمم مالية واتهامات بإهدار ومخالفات يتم حل. هو أنت على راسك شعرة، على راسك ريشة، وأنت على راسك ريشة، ولا إشمعنى نادي الإسماعيلي تم حله يعني؟ وبعدين زي ما بقول لحضراتكم هجيلك في جزئية مهمة هو هنا اتكلم عنها، بس يلبسها لوزارة الإسكان، رغم النيابة وضحت هذا الأمر بشكل مفيش فيه لبس يعني. قال لك إيه أسامة خليل؟ أولا شوف يا سيدي، أولا القول أن مجلس إدارة الزمالك وتأخرها في بناء الأرض هو السبب، هو كلام يدين وزارة الشباب قبل مجالس الزمالك. ليه بقى؟ بس بيقول لك في خلال الفترة، شوف بقى الزمالك واخد أرض سنة كام؟ 2003، يعني من كام؟ 22 سنة. الأستاذ اختزل ال 22 سنة في 5 سنين. قال لك فخلال الفترة من عام 20 وحتى عام 24، وهي المهلة التي منحها الزمالك، شهدت 7 مجالس. 7 مجالس إذا كان الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك برسم في أكتوبر، كاتب هنا في أكتوبر، قال لك ال 24 يعني خلال، قال لك إيه؟ وأظن المتحدث يعني خلال 3 سنين الأزمة كلها والحل واللي راح واللي جه والكلام في 3 سنين. قال لك من 24 هي المفروض حسين لبيب هو كاتب تحت مجلس اداره المنتخب رئيس حسين لبيب اكتوبر 2023، يعني المفروض ما فيش 24 ده 23. 3 سنين، خلال 3 سنين تم حل مجلس اداره، والناس راحوا وناس جم، ومنهم من ال3 سنين مرتضى منصور قعد من 21 ل 23 سنتين كمان لمرتضى منصور لما المجالس ما عادتش يعني، او اللجان المؤقته. المهم بيقول لك ايه؟ فخلال الفتره من 22 وحتى 24، وهي المهله التي منحتها الحكومه لنادي الزمالك لبناء، فان هذه الفتره شهدت 7 مجالس ادارات ولجان، واظن المتحدث الرسمي لن تخونه الذاكره لان الوزاره هي التي تغير المجالس واللجان، فلان وفلان وفلان. طب حضرتك انت بتتكلم من 20 ل 24، ده المهله اللي منحتها. طب قبل ما تديك المهله سعادتك فين يا اللي بتدين وزاره الشباب والرياضه ان هي السبب ووزاره حضرتك فين من 2003 حتى 2020؟ 17 سنه ما حطيتش طوبه ليه؟ ما بنيتش طوبه ليه يا معالي يا معالي الصاحب يا جهبذ؟ ايه قال لك ايه؟ وانا هنا لن الوم وزاره الشباب والرياضه ان اتهمها بانها تذبح الزمالك بسكين الحل واللجان المؤقته. فهنا برضو لازم نرمي على النادي الاهلي في وقت توفر الهدوء والاستقرار للاهلي ولا تقترب من مجلسه مهما كانت مخالفاته. ليه يا عم؟ سرقنا، نهبنا، قتلنا، ضربنا، ها
مهما كانت مخالفاته لا تكترث، ولكن الاهلي باع ارض، الاهلي عنده شبهه اهدار مال عام. ولكني اتوجه بالسؤال للوزير اشرف صبحي، وظني انه له باع طويل في الاداره الرياضيه ده، وهل يستطيع اي نادي او مؤسسه في العالم ان يبني فرعا على مساحه 120 في ظل تغيير مجالس اداره 7 مرات خلال 4 سنوات، بما يقرب من مجلسين كل عام في 4 سنوات؟ طب قبل ال4 سنوات يا حبيبي هنعتبر ان كلامك صح، وعلى الرغم انه مش صح. يعني حسين لبيب بقى له سنتين من في التوقيت ده، وقبل كده مرتضى منصور خلال فتره الحل واللي راح وجه وقعد برضه يجي سنتين خلال لكن قبل ال 17 سنه اللي قبل ال4 سنين انت واخدهم حجه، كنت فين؟ قال لك اذا كان هناك من يلام فهو من قام بعمل هذه التغييرات وليس الوزير هو الذي يلام. والقول ان هناك احكاما قضائيه او اتهامات نيابه فسيكون الرد. خذوا مما فعلت مع النادي الاهلي العبره والمثل، لازم يدخل النادي. عندما كان هناك حكم بالحل من القضاء تم اعاده تعيين المجلس. فين الحكم؟ وزير الشباب والرياضه قرر الحل، وبعدين تم تعيين المجلس ثاني بتاع ده، كان مجلس محمود طاهر، ويقصد محمود طاهر. وعندما استقال اغلب اعضاء المجلس في عهد الوحش رحمه الله، وكانت اللائحه توجب تعيين مجلس مؤقت. طب المهم انهم فاكرين الاهلي. طب ده تاني اجيب لك عبد المنعم عماره وهو بيقول لك الزمالك انسحب وكان المفروض ينزل درجه رابعه، غير كده وكده. الزمالك لما انسحب امام النادي الاهلي مرتين في التسعينات، في اخر التسعينات، كان المفروض ينزل درجه، نزل؟ لا. طب ايه اللي حصل؟ حلوا يا معلم اتحاد الكوره. عبد المنعم عماره قال لك كده، قال لك هددوا بالانسحاب، هددوا مش هنلعب والكلام ده كله، فعلا ما لعبوش. فانا كنت احل، ما ينفعش الزمالك ينزل درجه بقى. فقال لك ايه؟ كلمت رئيس الوزراء قال لك حل. ده الكلام ده مداخله عبد المنعم عماره مع سيف زاهر يعني. انما ده الاهلي خد بالك بقى ان ثالثا دي مهمه جدا يعني. الاخ اسامه، اسمه اسامه ايه؟ ثالثا اسامه خليل بيقول لك ثالثا ايه بقى؟ لا املك دليلا ببراءة او ادانة مجلس الزمالك. طب حلو، طب ما تسكت لحد ما النيابة هي اللي توضح. لا املك دليلا ببراءة او ادانة مجلس الزمالك من اتهامه باهدار المال العام. ما عنديش دليل انهم مدانين او انهم براءة، لكنني املك عقلا افكر به. يعني معنى عقلك كده اللي انت بتفكر فيه اهم من الدليل. يقول لك لكني املك عقل. انا لا املك دليل براءة او ادانة، ما عنديش دليل، لكن انا عندي عقل يا اخي بيقول لي ان ده كلام، اي كلام يعني، مش مستني دليل يعني. لكني املك عقلا افكر به. فكيف لمجلس اداره دفع قرضا او تبرعات من مال اعضائه الخاص والمحبين الكبار؟ ايه مال اعضائه الخاص والمحبين؟ طب محبين مالهم؟ واحد محب بيدفع. طب انا راجل في موقع المسؤوليه، مش ايه المانع ان انا استفيد؟ لك اعضاء دفعوا قروضا او تبرعات، لا دفعوا قروض، ومنها زي ما قلت وباكد تاني احمد جلال لما طلع قال لك حسين لبيب وهشام نصر. هشام نصر كان بيتعشوا، دفعوا في العشاء 100,000 جنيه، تاني يوم حطوها في مجلس او محضر مجلس اداره نادي الزمالك 100,000 جنيه. دي قرض على نادي الزمالك من هشام نصر. واول حاجه خدها هشام نصر بعد كده لما الزمالك خد قرض من البنك تقريبا ب 200 مليون. انا ماليش علاقه، زي ما انت قلت الجزئيه الاولانيه بقى. انا لا املك دليل براءه او ادانه، النيابه هي اللي هتقول، مش عقلي اللي بيفكر. لا، النيابه من خلال المستندات والوقائع هي اللي بتقول. انما هو هنا بيلغي النيابه، يقول لك انا عقلي، عندي عقل يا عم الحاج. فكيف المجلس اداره دفع قرضا او تبرعات من مال اعضائه الخاص والمحبين الكبار ب 600 مليون جنيه ليغطي العجز في الميزانيه والنفقات، ان يقوم بالاستيلاء او اهدار المال العام؟ فكيف يدفعون من مالهم الخاص ليهدروه او يسرقوه؟ وهنا اتوجه بالكلام المتحدث زي الشباب واقول له انت لست بحاجه الى اتهامات تمس السمعه. هو مين اللي شوف هو بيلف ويدور، هو اللي اتهم هنا او اللي بيحقق في موضوعات اهدار المال هو المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه، بيلف ويدور عاوز يبعد عن النيابه. النيابه حبيبي طلعت بيان، واقول له انت لست بحاجه الى اتهامات تمس السمعه والشرف والمال العام لكي تحل مجلس اداره الزمالك. وكأن الكلام من تحت لتحت بيرمي على النيابه. انتوا مش محتاجين تطلعوا بيانات وتقولوا في اتهامات نازله عشان تحلوا مجلس. وليه الزمالك ايه يعني تحلوه ليه يعني؟ الزمالك بسم الله ما شاء الله مدغدغ الدنيا ومكسر الدنيا بطولات. ده انت جاي وحالك واقع ومتنقل ب 60 نيله، عايز حد يطبطب عليك. هيحلوك ليه؟ مش حاطينها في دماغك ليه يعني؟ زي ده النادي الاهلي مثلا حاطينه في دماغه لما كان هياخد بطوله دوري ابطال افريقيا للمره الثالثه، فهوب ايه راحوا مخبيين الجواب علشان النادي الاهلي يقع. ماشي،
لكن انت اساسا انا ايه يعني فاشل وبتضيع الفلوس ومديون وما بتسددش وعامل عليا قضايا وغرامات والكلام ده كله، وانا عايز احلك ليه يعني؟ انت ايه اللي قلق؟ انت مقلقني في ايه؟ او ايه الحكمه؟ قال لك الموضوع ابسط بكتير. كفايه تهمه عدم المرونه والعناد مع مؤسسات الدوله، ومؤسسه الدوله هنا هيئه المجتمعات العمرانيه. هذا الكلام كلام فيه منتهى الخطوره من الاخ. كمان بيتهم خلال كلامه اتكلم عن احمد دياب. قال لك علمت ان السيد رئيس رابطه الانديه انتقد تمسك اداره الزمالك بالارض ورفض الارض البديله، وتصريحات هذا الرجل تحديدا دائما ما تكون مؤشرا لاشياء اخرى خاصه، وانه تدخل فيما لا يخص. ما سمعتش احمد دياب ولا له علاقه احمد دياب يخصه الارض ولا مش، لكن اي تخبيط وخلاص. لكن هنا لا افهم ما هو المطلوب ان يبدي مرونه. الزمالك ام من هو المطلوب ان يبدي مرونه؟ الزمالك ام هيئه المجتمعات العمرانيه التي تصر على سحب الارض بالذات ولا تمانع في منح؟ لا تكلم على بيع وحدات في الهوى ولا تكلم، لا احنا مظلومين يا عم الحاج يعني. قال لك كنت انتظر من الاتحاد الرسمي بدلا من ان يخرج مهددا باغلاق الزمالك ان يستمر هذا الوقت وهذا الحماس ليقدم لنا مشروعا تحقيق ما طلبه السيد الرئيس. اي تخبيط طالع بيخبط في اي حاجه وبيتكلم في اي حاجه. فيقول لك سبحان الله، عندما يبحث الزمالك في الدفاع عن حقه يكون له التهديد بالسيخ المحمي في صرصور ودنه ويتهم بعدم المرونه، ولكن عندما يقرر مجلس اداره النادي الاهلي الانسحاب من مباراه القمه رافضا اي بتنجان. ايه علاقه القمه مباراه بارض باهدار مال عام؟ اي حاجه في اي بتاع لوش وخدوا الجمهور في حته، عامل زي خالد الغندور. وهنيجي لخالد الغندور دلوقتي. الارض دي وارض النادي الاهلي في ملك محافظه القاهره، وارض الزمالك اشمعنى هنا بيعاملونا هنا واشمعنى هنا اي كلام. هنجيله في الفيديو القادم على القناه الاخرى ان شاء الله كلام خالد الغندور. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله. لازم يحاسب هذا الشخص يعني. دمتم في امان الله ورعايته. استغفرك ربي واتوب اليك. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. شكرا على حسن المتابعة، ودمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.